السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، متابعين القناة العوض لكل ما هو مفيد. كل عام وأنتم بخير، ويا رب السنة دي 2023 كل اللي نفسه يعيش بأسلوب صحي، وكل اللي نفسه أو نفسها تخسر وزن وتوصل لوزن يرضيها نفسيا، أو وزن يكفينا، ربنا يجعله سبب إن هو يكفينا شر الأمراض المزمنة. يا رب الهدف ده يتحقق إن شاء الله، وأتمنى أكون السبب. عاملة زوم، أنا عاملة زوم على الساعة. عاملة زوم على الساعة ليه؟ عشان أنا آخر فيديو ليا كان تكميم المعدة بدون جراحة. فإن شاء الله هندخل تحدي. أنا حاطة الساعة أهو، عاملة زوم على الساعة عشان هندخل تحدي مع بعض. ونفتكر إن أنا في أول محاضرة قلت إني الجانب الاجتماعي بدور على حد يدعمني. ابني، جوزي، أخويا، أختي، جارتي. بيدعمني بإنه هو بيشجعني، مش بيقول لي أعمل إيه، لا الدكتور هو اللي هيقول أعمل إيه. لكن هو هيدعمني يشجعني. فالساعة أهي، مثلا أنا خلصت أكل الساعة 12 الظهر مع بعض. مين هيدعمك؟ ابنك، أخوك، جوزك، ولنفرض ابنك هيدعمك. خلاص أنا قفلت أكل الساعة 12 الظهر، أيا كان بقى فطرت أو اتغديت. خلاص خلصت أكل وشربت المية. فمع بعض كده هنبص للساعة، وابني هيشجعني أو أي حد من اللي انتي طلبتي منهم الدعم يدعمك. الساعة قدامك، كل ما تيجي رايحة ناحية أكل: ماما لسه ما فاتتش ساعة، ماما لسه ما فاتتش ساعتين، ماما لسه. يعني احنا بنبتدي ان احنا نمتنع عن الاكل حسب طاقتنا في الاول، لان انا قلت لكم الموضوع ده بيجي تدريجي يا جماعة. ما ينفعش ان انا اصدم نفسيتي واصدم معدتي واصدم تفكيري انه مرة واحدة اخد قرار اني امتنع عن الاكل لمدة 13 او 16 ساعة. وخلال الامتناع ده انا بشرب ميه او سوائل بدون سكر، اللي هي شاي اخضر، ينسون، كراويه، ليمون، نعناع على ليمون، كل الحاجات ديت الاعشاب بدون سكر. الساعة قدامنا. اللي هيدعمني: ماما انت لسه واكلة الساعة 12، ما ينفعش ان انت، معلش مع بعض استحملي، شدي حيلك. المواضيع دي يا جماعة الدعم النفسي بيبقى حلو جدا. حطي ساعة في كل حتة، او اذا كان عندك ساعه ابتدي وجهي نظرك ليها. ساعات في كل حته، كان كلنا عندنا ساعه، ولكن انت عندك ساعات في كل حته: في اوضه النوم، وفي الصاله، وفي المطبخ، وفي كل حته بتروحيها ما عدا الحمام طبعا. بتبتدي بقى بتهتمي بالساعه. بتبصي للساعه: انا مخلصه اكل الساعه 12، لا لسه اشرب ميه، اشرب شاي اخضر. ال- اللي معاكي هيدعمك: ماما معلش مش دلوقتي يا ماما، رايحه مثلا ناحيه السكر، او رايحه ناحيه حاجه مسكره، او رايحه ناحيه اكل عادي. لا يا ماما معلش، طب نستنى كمان ساعه. نستنى طيب لما يعدي ساعتين ثلاثه كده هندعم بعض. انا قلت لكم قبل كده، لو ما حدش كل واحد حسب ظروفه الاجتماعيه، لو ما حدش يعني ظروفه الاجتماعيه ما فيش حد يدعمه. فقلت لكم اهم حاجه واعظم حاجه بعد ربنا ان انت بتدعمي نفسك. بصي على الساعة: لا مش دلوقتي، ايا كان اسم حضرتك او اسم حضرتك، دلعي نفسك. ما انا قلت لكم يا جماعة دعم نفس. يعني مثلا واحدة حرفها بيبدأ باسم الميم: يا موني، لا لسه حبيبتي مش دلوقتي، ده انت بتكلمي نفسك لو ما قلتيش حد يدعمك. طب نعدي ساعة، نعدي ساعتين، نعدي ثلاثة، لحد ما بتجيبي طاقتك في البداية. في ناس طاقتها بتبقى ساعة، في ناس طاقتها بتبقى ساعتين، في ناس طاقتها بتبقى سبع، تلت أو لحد 7 ساعات. كل ما قضيتي فترة كبيرة من غير مضغ وبتشربي سوائل وأهمهم المية، ده بيساعد في خسارة الوزن يا جماعة. ده تحدي النهاردة، يا رب كلنا نقدر نعمله مع بعض. وطبعا التحدي ده آه، في العادي احنا هنعمله ولكن بعد لو انتوا طبقتوا الكلام اللي انا قلته في محاضراتي هتخسي بكل سهولة. لو انتي عملتي التحاليل، رحتي طبقتي الجانب الطبي واهتمتي بالجانب الطبي ورحتي للدكتور، والدكتور قال لك انت داخله في ما قبل الاصابه بالسكر. فالكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه مهم جدا، هيساعدكم ان انتوا ما تدخلوش في موضوع الاصابه بالسكري.
الدكتور هو اللي هيقول لك انت دخلتي ولا لسه ما دخلتيش، ولا ها يعني يعمل لك بايده كده يقول لك ها يعني. فالكلام اللي انا بقوله يا جماعه دوت مهم جدا. ادعمي نفسك، ابنك يدعمك، حد من المقربين ليكي يدعمك. الساعه لا، طب لسه استني، طب ساعه كمان، طب ها يا جميل نعدي ساعتين. زي ما بنحايل طفل يا جماعه، ما هي نفسك الا ما هي طفل. يعني وكل واحد يعني اولى انك تدلعي نفسك. يعني انت بتدلعي او بتحايلي نفسك، اولى انك حايله. انت طول الوقت بتحايلي ولادك، بتحايلي جوزك، بتحايلي اللي حواليك. يا جماعه اولى ان احنا نحايل نفسنا. اه والله يا جماعه يعني حطوا الساعه، انا حاطه الساعه قداميها. انا مثلا كلت وجبتين وبتمنى من قلبي ان انا ما اكلش وجبه ثالثه. فانا مخلصه الاكل حوالي الساعه 2. ببص في الساعه طول الوقت، لا لسه مش دلوقتي. بلهي نفسي بتفرج على التلفزيون، بذاكر حاجه. كل واحد عقيدته، يعني اقرا قران. اي حاجه هتلهيكي، واي حاجه انت حباها، او اي حاجه سهله على نفسك ومحببه لنفسك بعيدا عن الاكل اعمليها. يعني لو في ناس كتير بتلاقي انه الاكل هو احب حاجه ليها، لما بكون مبسوطه بتروح لها. شوفي حاجه بتحبيها اكتر، انك تكلمي حد بتحبيه، تكلمي ماما، تكلمي حد. روحي على التليفون، لاقي يعني الهي نفسك، حايلي نفسك. كل يا جماعة التحدي ده يا ريت تعملوه وتكتبوا لي في التعليقات. أنا قعدت 3 ساعات من غير ما آكل أي حاجة، النقنقة من غير ما نقنق في أي حاجة. أنا واحدة قعدت تقولي 5 ساعات، أنا قعدت 7 ساعات. وكل ما طالت المدة أقصاها من 13 ل 16 ساعة. بس في الأول يعني إن شاء الله أتمنى كلكم تكملوا 13 ساعة بدون أكل. بتشربي مية، سوائل بدون سكر. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ومستنيه تعليقاتكم يا جماعه، ومع بعض التحدي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كلكم تقدروا تكملوا التحدي لاكبر عدد ساعات ممكن بدون اكل، بدون مضغ. بنشرب ميه وسوائل من غير سكر. وكل عام وانتم بخير. مستنيه تعليقاتكم.